السلام عليكم. في فيديو النهارده هنتعرف ازاي صممت الشكل ده على بلندر. اول حاجه بروح على بلندر امسح الشكل اللي عندي، وبعدين باجي ادوس رقم 3. انا هفتح الاختصارات هنا، بدوس شيفت A، بروح عند ايمج، بعدين ريفرنس، بختار الصوره اللي عندي. دي الصوره اللي انا هشتغل عليها، هشتغل على الازازه لونها اصفر. هاجي ادوس شيفت وكليك يمين وانزل اسطوانه المش، اختار سلندر، بعدين اعمل سمول. هاجي ادوس الت زد علشان يكون باين لي الازازه وباين لي كمان الاسطوانه. هقول جي وحرف الزد ارفعها فوق شويه، بعدين تاب، حدد الجزء اللي فوق. ابدا بقى كاني بشكلها على الازازه اللي عندي. تمام. هاجي انزل الجزء اللي تحت ده كنترول بي، دوس بلس من الكيبورد. تمام. هاجي دوس كنترول ار وارفعها فوق شويه بالماوس فوق كده. حدد الجزء اللي فوق من السمول سكيل. حدد الجزء ده من كنترول بي، ادوس بلس من الكيبورد. ماشي، هدوس الت زد هخرج من المود ده، بقت عندي بالشكل ده. ادوس كليك يمين، اختار سموث كده، وبعدين هاجي اعمل الجزء اللي فوق ده برضو من نفس الاسطوانة. هاجي ادوس الت زد، احدد الجزء ده، ادوس سلاش عشان تبان لي هي لوحدها، ادوس رقم 3، ادوس حرف الاي كده. خليني نرجع تاني، ادوس سلاش، صغرها شوية كمان من اس، ادوس حرف الاي واتأكد انها في اتجاه الزد. تمام كده، مش محتاجة اصغرها اوي كده، ممكن ارجع كنترول زد، ادوس سكيل، بعدين ايه في اتجاه الزد. تمام كده. هاجي اعمل الغطا، يا هنزل اسطوانة جديدة يعملوا برضو من نفس الاسطوانة اللي عندي. ازاي؟ هاجي ادوس هنا رقم 3، الت زد، ادوس رقم 1 من الكيبورد، خليها 2، وانا محددة الجزء اللي فوق هحدد كمان الجزء ده. شيفت كده، شيفت وادوس رقم 2، الت شيفت، حددت لي ده، وشيفت حددت كله. تمام. هدوس شيفت كمان حدد الجزء اللي فوق، نيجي ادوس الت زد، بقت عندي متحددة الجزء ده. هنا ادوس الت شيفت، بقت دي متحددة. لو انتوا عايزين تعملوا اسطوانة من اول وجديد براحتكم، بس انا هعملها كده. هاجي هنا ادوس حرف الشيفت دي، بعدين حرف البي واقول سيلكشن، اخرج برا الايديت مود من تاب، وبعدين هاجي هو متحدد لي كده، ادوس على سلاش، النسخة التانية احسن. هاجي وانا محددة عند الحواف، اقول الت شيفت، احدد الجزء اللي تحت وادوس حرف الاف، قفلها لي. هنا ادوس زد، هو عامل لي الانكر بوينت بعيدة، فانا هدوس كليك يمين واقول له سيت اوريجين، اقول له اس زد وسلاش، واقول جي في اتجاه الزد، كبرها شوية 3، دوس الت زد، محتاجة تنزل تحت شوية كده. هبدأ بعدل عليها من الت زد، ادخل على الايديت مود وادوس رقم 1، وهو محدد لي الجزء اللي تحت ده. انا هدوس كنترول بي، حاجة بسيطة، ندوس ماينس من الكيبورد كده.
Alt Z عشان احددهم كلهم. Ctrl B برضو، سنة بسيطة، ندوس Alt Z. بقت عندي شكل الإزازة. هروح احط بقى الورقة اللي على الإزازة عندي. ممكن ابعد الصورة دي كده شوية. تمام، محتاجة بس هنا سنة بسيطة تعدل، هبقى اعدل عليها بعدين. انا بقى ناقصلي الورقة اللي هي تكون دي، هحطها عندي على الإزازة. طيب، هاجي اول حاجة اعملها هو ان انا هحط ماتيريال للإزازة. هعمل نيو، بعدين ادوس بلس، نيو تانية. هتكون عندي واحدة للورقة وواحدة تانية للإزازة كلها. هتغير دي اسمها واسميها رقم 2 بس، ودي هخليها زي ما هي. دي هتكون اللون عندي الإزازة كله. دوس كنترول A، وبعدين هقول له assign مبدئيا. بعدين هاجي عند اليوفي، دوس رقم 3 برضو. بعدين هدوس رقم 2 من الكيبورد عشان يخليها لي على الحواف. هاجي هنا للجزء ده، يعني بس هكون ضغط على رقم 2 ده، اقول له Alt Shift، وبعدين هنا برضو Alt Shift، وهدوس هنا Shift على حد واحد بس، واروح عند هنا خانة اليوفي واقول له ماركسين. وبعدين هاجي هنا ادوس على Alt Z، خليه متأكدة تمام، وهو حددها لي هنا كلها. لو انتم متحددتش كلها تروحوا هنا وانتم محددين طبعا على Alt Z تحددوها كلها تمام. هاجي هنا ادوس حرف ال A من غير، بعدين هاجي ادوس بعد ما دوست حرف ال A هدوس يمين واقول له unwrap. هاجي الجزء ده هشده شوية في اتجاه ال X تمام. نيجي للحاجة التانية عشان نحط اللزقة اللي عندنا، هتكون من shading. أتأكد إن أنا محددة الجزء التاني، هدوس كنترول T، وبعدين هدوس عند نيو. هختار الورقة اللي عندي، يعني أنا عندي ورقة جاهزة. تمام، أنا هنا حطيت الورقة اللي عندي بعد ما دوست على open. هاجي بقى أروح عند اليو في editing كده، أتأكد إن أنا دايسة assign عشان ما يكونش عاملها لي في حاجة تانية. يجي هنا أعمل له، خلينا نحضر عند اليو في أحسن. هي دلوقتي جاية عندي بالمقلوب. هاجي هنا هدوس حرف ال A وأقول له R وأبدأ ألفها كده. ممكن أجيب دي كده شوية عشان مبقاش شايفها كلها كده، بقت أفضل. هنزل دي جي واي، دي برضو جي واي، هرفعها فوق شوية. هدوس حرف ال A وأقول له S اتجاه ال X. بقت عندي بالشكل ده. باقي الحاجة الباقية بس وهي لون الإزازة. عايزين تسيبوها باللون ده براحتكم، عايزين تغيروها زي ما تحبوا. دلوقتي أنا مش عايزة الصورة، اعملها ديليت. هاجي ادوس عند ماتيريال 1، اختار مثلا لون يكون نفس درجة الأزرق، افتحها شوية. ممكن اسيبها باللون الأبيض عادي. هروح عند الرفنس واقللها عشان تخليلي كأنها ازاز تمام كده. هروح عند الغطا، ممكن اغير لونه واخليه لونه ازرق. ادوس نيو.
تمام انا كده خلصت. لو عايزين تسيبوها كده زي ما تحبوا، لو عايزين تضيفوا اي اضافات تانية برضو براحتكم وبس.